النهارده كان ميعاد مؤتمر ابل السنوي، والحقيقه كان فيه حاجات كويسه في المؤتمر وحاجات ما لهاش لازمه تيجي في المؤتمر بصراحه. اول حاجه كانت معانا الايربودز 3 الجيل الثالث من الايربودز، جايب عزل اقوى وجايب درايفرز اقوى عشان الصوت، بس احلى حاجه فيه خاصيه الترجمه الفوريه، ودي هتنفع معانا هنا في المانيا ان شاء الله عشان بنسمع لغات كتير بره. فانا شايف ان الميزه دي هتبقى قويه جدا وممكن تخليني اشتري الايربودز 3 ان شاء الله. كمان حطوا سنسورات جوه السماعه زي نبض القلب وقياس الخطوات والحاجات دي، وكمان السماعه بتتكلم معاك لو انت ماشي، بتقعد تقول لك عشا وحش وانت مشيت مسافه كذا والحاجات الحلوه دي. ده بالنسبه للسماعه. تاني حاجه كانت الساعات، وبصراحه انا ما شفتش اي تغييرات تذكر عن الاجيال اللي فاتت، فممكن نتغاضى عن موضوع الساعات. بعد كده نيجي لاجهزه الايفون 17 العادي، والاول مره بينزل بتردد 120 هرتز، وبيجي بنفس الديزاين بتاع الايفون اللي فات. واجهزه الايفون السنه دي بتيجي بالكامل محميه بطبقه من السيراميك شيلد. اكتر ميزه عجبتني في الايفونات السنه دي كانت الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي بقت 18 ميجا بكسل، ولو انت بتصور بالايفون تقدر تصور نفسك بالطول او بالعرض وانت ماسك الموبايل زي ما هو كده، مش محتاج تقلبه عشان تصور بالطول وبالعرض. زي ما انت كده بتختار من جوه الاعدادات انك تصور بالطول او بالعرض، بسبب ان السنسور اللي حطوه في الكاميرا الاماميه بقى سنسور مربع بدل السنسور المستطيل اللي احنا متعودين عليه، وبالتالي بقيت تقدر تصور بالموبايل بالطول وبالعرض وانت ماسكه في نفس الوضعيه. بعد كده اتكلموا عن ايفون اير، وبصراحه انا مش شايف اي مميزات في الايفون اير او مميزات تخليك تشتريه اصلا، خصوصا ان لما جم اتكلموا على موضوع البطاريه بتاعه الايفون اير اتكلموا عن البطاريه بتاعه الايفون اير مع بطاريه ماجنتيك بتلزق في ظهر التليفون، ما اتكلموش عنه لوحده، ما اتكلموش عن اداء بطاريته لوحده، اتكلموا عن اداء بطاريته لما تلزق عليه بطاريه خارجيه. فده معناه ان بطاريه الايفون اير مش هتسعفك، يعني ممكن مثلا نص يوم بالكتير، مش زي الايفون بيكمل اليوم مرتاح. ولما بنتكلم عن اليوم مرتاح دي ما بنتكلمش عن 24 ساعه، احنا بنتكلم عن فتره صحيانك، بنلغي ال8 ساعات اللي انت بتنامهم او ال10 ساعات على حسب بقى. فبطاريه الايفون اير هتبقى سبب رئيسي من اسباب قله مبيعات الايفون اير السنه دي. بالنسبه للايفون 17 برو ماكس، فالكاميرات الخلفيه كلها الثلاث كاميرات بقوا 48 ميجا بكسل، وبقيت تقدر تصور ب8 ابعاد للصوره، ودي حاجه حلوه جدا. وبرده الموبايل محمي بالكامل بالسيراميك شيلد من قدام ومن ورا، والموبايل جاي من الالومنيوم، وبالتالي اللون الناتشورال تيتانيوم اللي كان موجود قبل كده اتلغى، لان هو ده لون التيتانيوم اصلا. فبقى عندنا الوان الازرق والبرتقاني واللون السيلفر. طبعا معالج الموبايل اتغير في الموبايلات كلها زي كل سنه، والامتيازات بتاعه الكاميرا السيلفي زي ما قلناها هي موجوده في كل سلسله الايفون. اما بالنسبه للبطاريه فهم قالوا ان دي اطول عمر للبطاريه موجود في كل الايفونات لحد دلوقتي. طبعا شركه ابل ما بتقولش البطاريه هتبقى كام ملي امبير، طبعا ده عشان ده خطر على حياتها، فبتقول لك ان البطاريه اطول عمر وخلاص، وانت بقى ونصيبك. يعني انت ايه رايك؟ شايف اي تغيير او اي حاجه تستدعي لو انت معاك جهاز عايز تجدده، تستدعي ان انت تجدد للفئه بتاعه السنه دي، ولا تبص على موديلات اقدم؟